البوست ده لواحدة سودانية من اللاجئين، بتطلع إشاعة إن مصر فيها خطف وخصوصا للستات، وإن هي كل يوم في حوادث خطف، وهي عيني بقى بتنبه الجالية بتاعتها واللاجئين بتوعها إن هم ما يمشوش ويخلي بالهم من المصريين واللي بيبصوا لهم لحسن هيتخطفوا كل يوم. طب ما بلغتيش ليه؟ وبعدين لما أنت أساسا جاية من بلدك عشان تقعدي هنا في أمان، طب هنا ما فيش أمان زي ما أنت بتقولي، طب ما ترحلي بقى، عدم أمان بعدم إيمان. ولو ان الخرطومه هي الحمد لله اتحررت. ولا هو بتطلعي اشاعه يعني، واحنا بلدنا المفروض دي بلد سياحيه، لما واحده زي كده تقعد تقول الكلام ده على البلد اللي هي قاعده فيها وقوياها؟ طب انت قاعده ازاي يعني؟ عايشه ازاي انت واهلك وعيلتك والكم مليون سوداني اللي قاعدين دول، غير بقيه الجاليات اللي قاعده؟ ولا انت بتطلعي اشاعه تضربي بيها السياحه في مصر عشان انت تتبسطي؟ وبعدين مش يعني مصر معروفة ان هي بلد الامن والامان، مش عاجباك اتفضلي مع السلامة، روحي في الامان بتاع بلدكم. والبلد فعلا اتحررت، عايزة ايه تاني؟ ولا هو نطعه وخلاص؟ يعني مش فاهمة وازاي الناس سايبينها كده يعني. طب ما هو يعني بلاغ للسلطات يشوفوا مين اللي بتخطف كل يوم، ويشوفوا بقى مين اللي بتخطف ويعملوا تحقيقات، عشان هي بتشوه صورة البلد. ومعرفش بقى هي عايزة تخاطب منظمات ولا عايزة تقول ايه بقى، ان مصر مش امان، ولا عايزة تخاطب يعني منظمات ان هم يعني قاعدين مرعوبين في مصر. مش فاهمة. يعني حد يشوف الكلام دوت يعني، ده بلاغ للنائب العام.